سلام بنات، سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم يوميات جاسم المغربيه في البحرين او بايبر فلوك. ورجعت معكم البنات فيديو جديد. وقبل ما نبداو هذا الفيديو نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتمنى انكم تعيدوها من مورايا باش ناخذوا الاجر جميع. والوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد المسمنات لاول مره غنشاركهم معكم في القناه اللي كنديروهم بالسميده البيضاء ولا سبيسيال اللي كيجيو مورقين وما كيكونوش كاع شاربين الزيت، يعني غنوجدوهم ان شاء الله بشي كميه اللي قليله ديال الزيت. مهم البنات المكونات ديالهم راه ساهلين كما كتشوفوا. احتاجيت واحد الكيلو ديال الطحين الفورص اللي كيكون من الاحسن انه يكون شي نوعيه اللي تكون جيده، وغندير معاه تقريبا شي 250 غرام ولا ربعه ديال السميده البيضاء اولا سبيسيال. كما قلت لكم كندير كيلو ديال الطحين في ربعه ديال السميده، وغندير واحد المعلقه ديال الملح دائما كيبقى على حسب الذوق، وكذلك غندير حتى واحد المعلقه ديال السكر سنيده اللي كتعطينا داك اللون الذهبي ملي كيطيبوا، وغندير كذلك الخميره ديال الحلويات ولا بيكن باش نعجنهم. بالنسبه لهذه ديال 8 غرام انا غنستعمل يعني غير 4 غرام يعني النص ديالها، حيت كتعرفوا دابا الحال بارد، وغنعطيهم ندليك مزيان او يعني كندرش الماء صافي وكنبدا نعجنهم. بالنسبه اللي عندها العجانه تخليهم يجي تعجنوا مزيان، واللي ما عندهاش تعجنهم غير بيدها ولكن تعطيهم ندليك حتى نحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون لينه، يعني ما تكونش العجينه قاصحه. يعني نحصلوا على واحد العجينه كتكون لينه، حيت السر باش نحصلوا على مسمنات اللي كيجيو زوينين ومورقين هو انك تعجنيهم مزيان تعطيهم حقهم في الدليك. دابا البنات كما كتشوفون بعد ما عجنت العجينه ديالي مزيان وعطيتها حقها في الدليك كما كتشوفوا كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون لينه، يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه، يعني بين وبين. ودابا البنات غندوز باش ندهن ليها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت ونديرها في واحد البلاستيكه باش تزيد طوع كما كيقولوا. بالنسبه لي انا البنات راه كنت عجنتهم في الصباح، كنت يلا فقت عجنتهم ودرتها في بلاستيكه وخليتها ترتاح. من بعد عاد ندوز باش شو سميتو باش نكور معكم المسمنات، وغندوز كذلك باش نشارك معكم حتى الطريقه ديال التورق ديال المسمن. وهنا البنات من بعد ما ارتاحت ليا العجينه دزت كورت المسمنات ديالي، وكما كتشوفوا راه ما درتهم لا صغيورين لا كبار، يعني درتهم بين وبين. حيت البنات كما كتعرفوا المسمن كيتحتاج، وانا دائما غتلقاوه عندي في الثلاجه حيت كنحتاجوه سواء في الفطور سواء في الكوتي، وتراجع عندكم شي واحد كتلقاوه موجود. صافي البنات كما قلت لكم كورتهم ودهنتهم ورجعت عليهم ديك البلاستيكانيت، وكذلك خديت واحد الطبيصيل اللي درت فيه السميده البيضه نيت اللي غنفرق بها، وكذلك ضفت عليها حتى واحد الاضافه اللي هي النص ديال ديك الخماره ديال الحلوه اللي شاط لينا من قبيلات، يعني النص 4 غرام درناه في العجينه والنص غنورق به. وبالنسبه للتوراق غنحتاج كذلك الزبده ديال التوريق، يعني غنحتاج الزبده ديال الخاصه بالتوريق اللي دوبتها مع شويه ديال الزيت. كما كتشوفوا هذاك الزليفه غدوز ليا هاد المسمنات كاملين، حيت البنات انا ما كيعجبنيش المسمن يكون مزيت بزاف، وكما كتعرفوا بان الانسان للزيت وهذا كضر في المعده. داكشي علاش البنات غنحتاج غير هذيك الكميه هي اللي غتكفيني باش نورق هاد المسمنات. وصافي البنات دابا غندوز باش نورق المسمنات ديالي. استعنت بالرخامه ديال المطبخ حيت كيجي فيها التوراق زوين حسن من ما تجلسي ولا ديري شي قصعه ولا هذا، يعني كتنورق فيها احسن. وصافي البنات هنا غندوز باش نطلق المسمنه ديالي وغنرش عليها السميده اللي هي والخماره. وصافي البنات كما كتشوفوا التوراق ديال المسمن راه ساهل وما كاينش شي واحد فينا ما كيعرفش يورق المسمن. وغنبقى البنات نتني وغنبقى ندير شو سميتو غنتني ونرش ديك السميده. بالنسبه لي انا البنات غندير وحده وسط وحده، يعني ما غنديرش غير مسمنه وحده، يعني غندير وحده وسط وحده. داكشي علاش غنبدا نورق باش البنات ملي كيطيبوا تيجيو حتى مورقين حتى من الداخل كيجيو مورقين. هنا كما كتشوفوا رانا شو سميتو صايبت المسمنه الاولى. دابا غندوز باش نصايب المسمنه اللي نديرها حتى هي كما قلت لكم انا غندير وحده وسط وحده. وصافي البنات هنا غندوز نكمل الكميه ديال المسمن ديالي كامل، وكما كتشوفوا رانا كنرش الزيت غير في الاول. عامي كناخذ هذيك الكره
ديال العجينه هي اللي كنطلق بها الزيت وصافي، حيت الزيت البنات كيضر في المعده، وانا كما قلت لكم ما عنديش مع المسمن اللي كيكون مزيت بزاف. راه كما قلت لكم هذيك الزليفه ديال الزيت دوزات ليا هذوك المسمنات كاملين. انتم غتشوفوا في النهايه بان المسمن ديالي راه جا ناشف وما فيهش كاع الزيت. وهنا كما كتشوفوا غنبدا نورق مزيان ونعطيها التوراق، خاصها ضروري نورقوها مزيان ونركزوا على الجناب والوسط باش ما يجيناش مدقص. يعني هذا باش اللي كنت كنقلب عليه، الكلمه اللي كنت كنقلب عليها باش ما يجيناش المسمن ديالنا هذا مدقص. وصافي كما قلت لكم غنبدا نرش السميده وغندير هذيك شو سميتو الرغيفه الاولى من الوسط، وصافي غنبدا نسدها حتى نكمل البنات الكميه ديال هذاك المسمن كامل، وعاد نرجع لكم ان شاء الله. هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما ساليت المسمنات ديالي انا راه عطاوني تقريبا واحد 13 وحده. وصافي هنا درت المقله الثقيله ديالي خصها تسخن مزيان، يعني باش ندوز باش نطيب معكم المسمنات. بالنسبه للمقله خصها ضروري تكون سخونه قبل، يعني ضروري خصكم تسخنوا، يعني تجهدوا العافيه وتسخنوها، ومن بعد من تبغيو طيبوا من تشوفوا ان المقله ديالكم سخنات غتنقصوا يعني العافيه، يعني تردوا واحد العافيه اللي كتكون شويه ناقصه. وصافي دابا البنات كما كتشوفوا غنطلق المسمنه. غنبدا بديك الاولى اللي اول وحده بديت بها، غنبدا نطيبها هي الاولى. وكما كتشوفوا انا ما كنرققهمش بزاف وما كنخليهمش غلاظ، وكنركز دائما على الجوانب باش ما يجيوناش غلاظين. وهنا البنات غنوريكم بان شوفوا المسمنه ديالي تبارك الله جات ناجحه ومورقه. غير من تشوفوا المسمن ديالكم تنفخ عرفوا بان راه المسمن ديالكم راه ناجح. انا راه صورت لكم هذه راه اول وحده البنات تبارك الله، عرفتي جات على مزيناتها. وهذه ثاني وحده شوفوا تبارك الله. كما قلت لكم انا البنات راه ما كنخليهمش يتحمروا بزاف، حيت كما قلت لكم انا كنحتفظ بهم في الثلاجه، داكشي علاش غير كنخليهم غير يذهبوا صافي. وهنا البنات كما كتشوفوا هذا هو المسمن ديالنا جا ناجح ومورق. وهنا البنات من بعد ما ساليت الكميه ديال المسمن ديالي كامله كما كتشوفوا جا غزال ومورق. نتمنى انكم تجربوها البنات. وقلت انا هذا المسمن هو المعتمد عندي ودائما كنديرو، داكشي علاش قلت ضروري نشاركوا مع البنات باش هما يعرفوا الطريقه ديالي. ونتمنى ان البنات كما قلت لكم تجربوا المسمن. وكما كتشوفوا راهم جاو غزالين، وكما قلت لكم انا راه ما كنحمرهمش بزاف، يعني حيت كنحتفظ بهم في الثلاجه. وهنا البنات كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا شو سميتو عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، كذلك تدخلوا تشتركوا في القناه وتبارطاجيو القناه ديالي الا عجبتكم. وكنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده على القناه. بسلام عليكم.